الاهلاوي او الاهلاويه يظلمك عادي، ده شيء طبيعي وده حق مكتسب. يخوض في العرض عادي مفيش مشكله، يسب الدين عادي مفيش اي اخطاء عليه، يتنمر عليك ده حقه الطبيعي، يرهبك ده مفيش مشكله، ده هو شايف ان كده عادي وده الطبيعي. لما تقدم شكوى مش من حقك بقى. يعني شوف هو عنده يشوف كل ده عادي، لكن انت تقدم شكوى لا، ما ينفعش تقدم شكوى. تقدم شكوى ليه؟ ولازاي تقدم شكوى اساسا؟ ده انت عشان قدمت الشكوى هنعمل وهنسوي ونروح ونيجي. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. هو مثلا يعني لما مثلا انت تسرق شيء مش بتاعك ويجي اللي تسرق منه الشيء ده يروح يقدم فيك شكوى، انت كمان البجاحة بتاعتك انك تروح تعترض وترهبه وتقول له انت ازاي تقدم شكوى؟ بالعقل كده. يعني انت تظلم ومش عايز حتى المظلوم ده يقول انا مظلوم ويقدم شكوى؟ انت بتضرب ومش عايز اللي بيتضرب يقول اي. ده ايه يا عم الجحود اللي انت فيه ده هو انت مش شايف غير نفسك يعني في الكون ولا ايه؟ هو الاهلي ده مثلا مفيش الا هو في الكون ده كله يعني ولا ايه؟ ده انت مالكش لازمه، ده انت مش عارفين، ده انت مش حاتوا عليك مباراه التذكره بتاع المباراه مش لاقيين الناس ياخدوها. انت اساسا نكره في العالم، انت نكره. المباراه الافتتاحيه قالوا لان الفريقين انتر ميامي والاهلي ما لهمش جماهيريه دوليه، ما حدش يعرفهم، فما فيش مأثر على الافتتاح. افتتاح البطوله باظ بسبب وجود فرقتين نكره. يعني الكام 20,000 تذكره اللي باعوهم على حس ميسي فقط، على حس ميسي فقط. يعني انت مش موجود في ارض الواقع، فانت شايف نفسك ازاي كل ده؟ انا مش فاهم. يعني انت الاغراء المحلي والسرقه المحليه بالقاره مجويه قلبك للدرجه دي؟ يعني سرقه البطولات اللي زي الدوري مثلا اللي انت بتموت وبتسرق فيه وعيني عينك كده عادي، ولوايح ومش لوايح بتسرقه بالعافيه، تروح افريقيا تسرقها، ورايح اصلا كاس العالم وانت كنت تالت دوري اساسا. بيراميدز كان الاحق هو يبقى موجود مكانك لو كان فاز بعد كده لو كان اشترك في افريقيا وفاز بيها، لكن انت اشتركت بدل بيراميدز في افريقيا وسرقت افريقيا كالعاده بالتاجيلات والمؤجلات والحبشتكنات اللي كنت بتعملها. ازاي انتوا شايفين نفسكم بالبجاحه دي؟ شايف انت ازاي انت مش شايف ان في حد قصادك؟ عارف ليه؟ لانك ما تعودتش على ان في منافسه شريفه، لان مفيش حد قال لك لا انت غلطان وهو صح، لا مفيش الكلام ده. مفيش حد قال لك ان في عداله، مفيش حد قال لك اللي هيتطبق عليك هيتطبق على الباقي، لا كله بيعرص لك وبيمشي لك والحقوق حقوقك والدفاتر دفاترك والمشكله تتحل والصعب يتيسر، لانه كله بيعمل كده في مصر لصالح الاهلي. فانت مش قادر تشوف ان لا انت ممكن تخسر وممكن تبقى زيك زي اي منافس، ممكن تتصارع على الهبوط عادي، ممكن ما تاخدش الدوري عادي، ايه المشكله؟ ممكن ما تاخدش مركز تاني ولا تالت ولا عاشر. انت وصلت بالمنظومه الرياضيه الفاسده انك انت مش قادر تشوف معنى كلمه رياضه صح. معنى كلمه رياضه انك تتقبل الخساره قبل المكسب، قبل ما تفرح بالمكسب تتقبل الخساره. لما تسب الواحد تتقبل انك يشتكيك، لما تضرب واحد تعرف ان هو هيقول ايوه هيرد لك الضربه برضه. يعني لما تسرق واحد تعرف انه هيشتكيك ولازم تتسجن او تاخد عقابك. انت شايف ان مفيش عقوبه عليك، شايف ان الامور ماشيه كده لان في مساعدين ليك عملوا منك كده، وصلوك لمرحله انك نفخت نفسك بجيت بالونه كبيره اكتر من بالونه زيزو اللي انتوا نفختوها، تمام؟ وهي كلها مليانه زرات. انتوا كاهلي كده منفوخين بمنظومه سياسيه، منظومه رياضيه، منظومه كلها مجاملات وارهاب لكل الانديه وميزانيه للاهلي فقط وبطولات للاهلي فقط وتعريس للاهلي فقط واعلام للاهلي فقط، ومش عايزين حياديه، لا احنا عايزين عنصريه. هو في عنصريه اكتر من كده؟ هو في عنصريه للاهلي اكتر من كده؟ لما لسه ناقص تركي يقول لك انا عايز عنصريه مش عايز حياديه. حياديه ايه؟ هو انتوا عارفين يعني ايه اصلا كلمه حياديه؟ هو انتوا عارفين يعني ايه رياضه وشرف واخلاق وتنافس لما عايزين تخليها عنصريه؟ ما انت اساسا عايش طول عمرك عنصريه وعبوديه. تاريخ كله
نفسيا انتوا فيه عايشين كده. ما تعودتش ان العالم ده فيه ناس تانية غيرك، ما تعودتش ان فيه حقوق للناس التانية. انت عايز تسرق كل شيء وتنسبه لنفسك. مريم اللي اتسرق منها نتيجتها في كذا في الثانويه العامه، اللي سرق نتيجتها فاكر ان هو ده حقه وهو ده مجهوده، وتعب عقبال ما يسرق كده. تعب وصل يعني دفع لده فلوس، دفع لده مش عارف ايه، وزور دي. الراجل تعب صرف، يعني ده مجهوده بعرقه وبشرف. هو النتيجه اللي خدها دي هو شايف ان هو كده خدها بشرف 100%. اللي خدها دي زي البطوله بتاع الاهلي لما بياخدها بسرقه وبيقول لك احنا خدناها بشرف، هي نفس الفكره. انتوا بتسرقوا حاجات مش بتاعتكم، ومش عايزين الناس تشتكي، مش عايزين الناس تتضايق، مش عايزين الناس تقول اي ده غلط وده ظلم. لا، دي بجاحه، دي بصراحه بجاحه كبيره. ولذلك هتتظلم في حياتك، هتتظلم في حياتك الشخصيه كتير. لما الناس تشتكي ما تقعدش تقول لي عليه تشتكوا ليه وهو عامل لكم ايه، ما هو راح ولا هو لعب ولا احتراف. طب بذمتك لو كان الموضوع معكوس وانت في ايدك تعمل اي شيء في زيزو ده، هتسمع عليه؟ ده انتوا عملتوا ارهاب وقت عبد الله السعيد ما حدش شافه في الكون. ارهاب يعني، وما قدرش يروح الزمالك، ما قدرش، مع انه كان ماضي والامور خالصه برضه والصفقه باظت وانتهت. ليه؟ لان في ارهاب حصل. انتوا بتشتكوا زعلانين ان احنا بنشتكي، زعلانين كمان ومتضايقين ان احنا بنشتكي ان زيزو ده راح السفاره وقت ما كان هو لسه على تعاقد مع نادي الزمالك وعايز يهرب، يعني يهرب يروح لكم. انتوا متضايقين ان انتوا اديلكوا سنه تتفاوضوا مع زيزو وانتوا عارفين كده كويس وكل شيء كان واضح. متضايقين ان احنا زعلانين. ده ايه البجاحه دي؟ طب ما طبيعي نزعل، طبيعي ان نرد على زيزو، طبيعي نبقى مش عايزين نشوف زيزو دوت. اذا كان زيزو كان بيلعب عندنا وما كانش اصلا في قصه بينه وبينك وكنت بتحاربه، ده انت وقفت امام عاشور 8 شهور، وقفت شيكابالا 8 شهور. متضايق ان احنا بنحاول نتكلم في حقوق اصيله للزمالك، حقوق يعني مش بنفتري عليك كمان. ده انت كنت بتفتري وشايف ان ده طبيعي. ليه؟ لان مش شايف يعني قوه قانون ولا قوه عدل بتطبق عليك. انت مش شايف غير نفسك. انت وصلت لمرحله انك مش شايف اصلا في حاجه اسمها تنافس. عشان كده لما بتروح في كاس العالم ده وتاخد على ودانك من انديه مشغوله بتتصدم صدمه كبيره ومش عارف تبرر في افريقيا، تبرر في الدوري، تبرر في اي مكان، والناس تصدقك والناس تسكت لان الكل بيعرص لك. وانت شفت ان ده الطبيعي وان ده حق مكتسب. لا، ده مش حق مكتسب، ده في ناس تانية عايشه معاك في الكوكب، ده في انديه تانية المفروض ان هي تنافس. مش المفروض ان انت تسرق كل شيء. المفروض ان في عداله في توزيع البطولات، مش توزيع، لا، عداله في المنافسه على البطولات. وحتى لو الموضوع توزيع ده يبقى عداله في التوزيع، انما لا في عداله في المنافسه ولا في عداله في التوزيع. وفي بجاحه ومش شايفين اصلا حد غير الاهلي. طب ليه عمل ايه الاهلي يعني لمصر؟ انا عايز اعرف عمل ايه الاهلي لمصر. فين القيمه اللي عملها الاهلي لمصر؟ ده انت افتتاح كاس العالم ومحدش عارف مين الفريق اللي بيلعب ده. ده الناس اللي حاجزه على اسم ميسي. ده الفيفا بتتذلل للناس عشان تحضر المباراه فري ببلاش، مش لاقي حد يحضر. ليه؟ لانك فريق مجهول، فريق نكره. انت وميامي، انتوا الاثنين فرقتين نكره. ميامي ده ما الا ان معاهم ميسي وخلاص. انت معاك مين؟ انت معاك زورات وفاسي في القاره داخليا، انما خارجيا محدش يعرفك. خارجيا انت بوظت بطوله كامله عشان حطوا اسمك في افتتاح، وهم غلطانين وندمانين ندم عمرهم انهم عملوا كده. كان جاب ريال مدريد ونادي تاني كان بيجي افتتاح صح، انما هو مضطر يعمل كده عشان انتر ميامي، مش عشانك انت، عشان انتر ميامي. بس حظك انت ان المباراه الاولى معاك انت، وحظ البطوله المسود انه حطوك انت في اول مباراه، فدمرت لهم المسابقه كلها اللي هو يعني واخدينها بروفا لكاس العالم القادم. فريق مجهول، فريق نكره، وعاملين نفسكم مفيش حد غيركم، لانكم اتربيتوا انك ما تتقبلش الخساره. زي ما قال سيد عبد الحفيظ قبل كده، احنا اتربينا يا المكسب يا نفوز يا نفوز. يعني ايه تفوز يا تفوز؟ هي حرب. ده مش حرب، دي رياضه يا حبيبي. ده انت مش عارف يعني ايه اخلاق رياضيه. ده الاخلاق الرياضيه اهم بكتير من البطولات اللي بتسرقها. الاخلاق والشرف والكرامه والعزه انك ترفض الشمال حتى لو هتخسر،
هي دي الرياضه وهي دي الروح الرياضيه وهو ده الدين والاخلاق. انما انت ما تربيتش على كده، انت اتربيت لما تاخد مركز تاني ترمي الميداليات، تخرب الدنيا، تعكنن على اللي فاز بالعافيه. انت كل شغلك سرقه تحكيم وعقوبات ما بتطبقش، ولا لعيبه ولا النادي ولا اي شيء. انت مش قادر تشوف الاخر، مش قادر تشوفه موجود اصلا، لانك انت ما تربيتش ان في ناس معاك، في انديه تاني بتنافس معاك. اذا ما كانش تتخبط خبطه جامده مش هتعرف الكلام ده، لانك للاسف كل اللي حواليك بيطبلوا لك، كل اللي حواليك بيعرسوا لك، كل اللي حواليك اوهموا، يعني المنظومه كلها اوهمت القاره كلها ان مفيش غير الاهلي. موجود الكاف في افريقيا ده في حد ذاته وجود الكاف في مصر بتاع افريقيا ده في حد ذاته مشكله كبيره، لانه كله مجاملات صارخه للاهلي. في موامات بقى، وفي ده الفريق اللي احنا بنعول عليه ده الكاف بيتكلم عن الاهلي. طب انت عندك صن داونز والرجاء صن داونز والوداد في البطوله. انا متهيألي صن داونز هيعمل في البطوله دي مباريات شريفه وتشرف القاره كلها، لكن انت نكره ما حدش عارف عنك حاجه، وانت اوهمت الكون كله في افريقيا طبعا مش بره، الكون الافريقي اوهمتهم انك يعني مفيش بعد كده، باعلام بقى بفساد بسرقه بطولات وحط ارقام. ما اللي بيذيع ده مش شايف غير ارقام، مش شايف غير ارقام، هو ما شافش الكواليس اللي بتحصل فيها. اديك انت في كاس العالم ورينا الارقام بتاعتك، ورينا هتعمل ايه. ده انت باتشوكا في مباراه وديه وفريق تامن ورقمه 300 على العالم ما عرفتش تفوز عليه. انت مش قادر تتقبل فكره ان في حد بينافس، مش قادر تتقبل معنى الرياضه دي. ما تركبش على شخصيتك، لان شخصيتك اتربت على السرقه والنهب والبلطجه. وما يشتكيش، لا مش من حقك تشتكي، ده احنا هنخرب الدنيا عليك، ده احنا هنشوهك، ده احنا هنقول عليك كذا وهنطلع عليك كذا. ازاي انت تشتكي؟ ازاي تشتكي يا جماعه؟ ده زيزو اللي احنا عملناه، حقنا نشتكيه. ده احنا اللي عملناه. 60 مليون زملكاوي عملوا اسم زيزو، فلما زيزو يخون ال 60 مليون حقهم يشتكوه. ولا انت مش قادر تتخيل ان احنا لينا الحق في كده؟ مش قادر تتخيلها ازاي يعني؟ ده حق اصيل لنادي الزمالك انه زيزو ده يتواقف، زي موضوع كهربا كده. زيزو يتواقف ليه؟ لانه تفاوض معاك في اخر سنه. ليه؟ لانك انت كنت عايز تاخده كوبري برضه وتسرجه وتهربه وتجيبه وتوديه زي ما عملت مع امام، وانت في الاخر اخدته، مفيش مشكله. بس واحد كان بيعشق الزمالك وماشي انه يبقى اسطوره يتلعب في ودان ويقول لك اصل المجلس، لا مجلس مين؟ الموضوع انت سارق، انت حرامي، زي ما بتدمر الانديه ومجالسها عشان تقدر تطفش اللعيبه وتاخدها، انت بتعمل كده. فما تزعلش من الشكاوي، يمكن ده الجزء البسيط اللي بنحاول يعني نهدي نفسنا بيه. مثلا انت لما بيحصل عندك كده الدنيا بتخرب، فلازم تتقبل ان المنافس ده منافس عادي. ليه الحاج يطالب بحقوقه؟ ابسط شيء. ما تفتكرش نفسك يعني ان انت بس اللي موجود في الكون، لا يا حبيبي، ده انت نكره. عارف نكره يعني ايه؟ يعني محدش عارفك هنا. يعني انت موجود اهو في الافتتاح، محدش عارف مين الفرقه دي، ومفيش اصلا حد راضي يروح يتفرج على المباراه. حتى المصريين اللي هنا المفروض يروحوا، بس طبعا يعني هيروحوا ورا مين؟ يعني 25,000 اللي هيروحوا دول كلهم رايحين لميسي، مش رايحين للاهلي. سلام يا نكره.